النهاردة ان شاء الله اقوى ميزانية للفطار لشهر 8 ب300 جنيه بس ل5 افراد. هتمشي البيت كله 30 يوم فطار ب300 جنيه دولت. واقولك تعملي ايه وازاي كمان هنوفر منهم. انتي بتقولي ايه؟ هما 300 جنيه هيكفوا فطار وكمان هنوفر منهم. اقولك كملي معايا الفيديو للاخر وان شاء الله في افكار كتيره للتوفير وافكار كتيره هتعجبكم جدا. ازيكم يا وهبقى احلى منيو بنات يا متنوع لغايه عسلات، عاملين 30 ايه؟ يا يوم رب تكونوا بخير متنوعين وبصحه وسعاده. للفطار. ربنا يجعل يومكم مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحه البال. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب كان نهاركم سعيد. النهارده بقى ان شاء الله لسه بشوف قناه لاول مره انا سمسمه ودي قناتي. انزلوا حطوا اشتراك في القناه وكمان فعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. متنسوش تحطوا لايك للفيديو ده لو عجبكم الفيديو وشيروه لاكبر عدد من الناس. طيب هناخد بقى ال300 جنيه دي نعمل بهم ايه يا سمسمة؟ بص ال300 جنيه دولت طبعا هنقسمهم. اي ميزانية واي مبلغ جايلنا لازم نقسمه. هنقسم ال300 جنيه دولت. هننزل طبعا ايه؟ هنجيب حاجات بالشهر من السوبر ماركت. اوفر واحسن حاجة تبقى موجودة عندك في البيت. بيتك يبقى تملي مليان بالخير وعمران وحاجتك موجودة ما تبقيش محتارة على الفطور. هنعمل ايه؟ بصوا ال300 جنيه دولت اول حاجه هنطلع منهم ايه؟ صدقه. اي مبلغ كده يطلع من ذمتك يا ست الكل طلعي صدقه وليكن 5 جنيه. وتعالوا بقى نشوف هنجيب ايه من السوبر ماركت. لازم تكوني كاتبه الورقه ديت معاكي وانت نازله تجيبي الطلبات عشان ما تنسيش اي حاجه. وكمان علشان ما تجيبيش حاجه زياده. طبعا احنا لما بنروح نقف في السوبر ماركت عينينا كده بتزغلل على شويه حاجات كده بتبقى موجوده في المحل. بنعوز نشتري ده وحاجه ساقعه وده وده وده. بس انا اقولك لازم تكون معاك الورقه ديت علشان تجيب على قد كل واحد ربنا كتب له رزق يمشي على قده. يمشي على ربنا كتبه له كمان نقول الحمد لله. معانا 3 كيلو دقيق ب57 جنيه. سمنة بنجيب ب20. 3 بيضات ب18. نص فول بلدي ب20. معانا نص فول مفصص ب15. كمان معانا شاي باكو شاي كده من الصغير ب20. بودر وفانيليا ب10. كيلو لبن ب30. نص عسل ب17. نص جبنة ب30. خميرة وملح 5. 2 كيلو بطاطس من الصغيرة بتاعة السليق ب2 كيلو ب25. ومعانا كمان خميرة. بصوا هتعملي ايه سمسمة بالحاجات دي؟ هنعمل بقى ايه بقى فطار؟ احنا جبنا الطلبات اهو. الحاجات دي كلها هيكلفهم 272 جنيه. من 300 جنيه هيتفضل معاكي 28 جنيه. عايزة تجيبي حلاوة وعايزة تجيبي أي حاجة زيادة براحتك انت خالص. دولت 28 جنيه اتفضلوا. ولو أنا نسيت أي حاجة في الطلبات انتوا بقى بهاتوها. لو ما نسيتش أي حاجة وهتمشوا زي كده حطوا 28 جنيه دولت في الحصالة. وصدقوني يا جماعة هنعمل بالحاجات دي شوية الحاجات اللي انتوا شفتوها ديت منيو ل30 يوم هيكفونا فطار. مش عايزاكي كل يوم تحتاري على الأكل. مش عايزاكي تنزلي تجيبي فطار من بره. على ما تجيبي مثلا ب15 جنيه طعمية وتجيبي مثلا ب5 جنيه فول وتجيبي ب5 جنيه بتنجان وبص تلاقي نفسك صرفالك 20 30 جنيه. ليه؟ ما احنا ممكن نعمل كل الحاجات دي في البيت تبقى اضمن واوفر واحسن وهتوفر لنا فلوس كتير جدا. وكفايه نظافه الحاجه وكفايه ان انتي بتحمري الفريزر بتاعك تمليه وما تحمليش هم اي حاجه. وكفايه ان انتي تبقي قاعده كده طول الشهر عندك حاجة الفطار بتاعتك مش تنزلي تشتري اي حاجة من بره. لو يوم كنت تعبانة او حاجة يبقى هتطلعي بس الحاجة كده مثلا بس تفتحي الفريزر وتطلعي بس الحاجة وتعمليها. فاهميني؟ طيب هتعملي ايه يا سمسمة؟ بصي يا ست الكل. اللي هنعمل ايه؟ هنجيب ال3 كيلو. اول حاجة طبعا الفول البلدي ده هنمسكه علشان ندمسه. هندمس الفول طبعا في طرق كتير. لو انت مش عارفة لسه او لسه عروسة جديدة في طرق كتير كده لتدميس الفول شوفها على اليوتيوب والطريقة اللي تعجبك اعملي بيها. هندمس النص كيلو فول دولت. هنحطله على معلقة عدسة معلقة رز على مش عارفة ايه. هتبص تلاقي كمية فرطت معانا. هنعمله ونحطه في أكياس كده في الفريزر. هيكفي معانا على 5 أكياس. هيكفي معانا 5 أيام. النهاردة مثلا طبق فول كده نطلعه كده ونظبطه كده بالتظبيطة كده ويبقى جميل ونفطر بيه. بعد كده بقى ال3 كيلو دقيق والسمنة واللهم صل على النبي الخميرة والملح والكلام ده. هنعجن 2 كيلو منهم من الدقيق. وبالكيلو اللبن هنعجنهم قرص طرية تبقى موجودة معانا. هنخبزها نكورها كده ونخبزها كور في الفرن البوتاجاز عادي كده لو عندك سجاد صغيرة. وتروحي جاية بعد ما تبرد خالص نروح جايين معبينها في أكياس ونحطها كيس كبير كده في الفريزر. يوم مثلا النهاردة نطلع كيس فول. يوم مثلا هنطلع مثلا قرصتين جنب مع شوية عسل ولا حاجة نفطر. ديت القرص الطرية دي جميلة جدا 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 وهتفرق معاكي كتير. ال2 كيلو دي بيعملوا 100 قرصة طرية. اللي هي بتبقى صغيرة دي يبقى كده 12 يوم قرص ماشي. مالينا الفريزر بتاعنا قرص وحطينا كمان ايه 5 أكياس فول مدمس في الفريزر. ال2 كيلو بقى بطاطس هنعمل فيهم ايه؟ ال2 كيلو بطاطس دولت هناخد كيلو منهم مثلا نروح جايين سلقينها. ومثلا النهاردة نحمر نص كيلو
اللي هو طبق كبير كده. تاني يوم مثلا نهرس طبق كده، فاهميني؟ تبقى تشكليها بقى مدعسة محمرة مهروسة زي ما انت عايزة. يكفونا مثلا 2 كيلو دولت نقول 4 أيام. في عندنا يومين كيكة وشاي. في عندنا بيض اهو. انا والله بعمل الكيكة ببيضة واحدة بس، انا كاتبالكوا 3 بيضات لكيكتين. ازاي بقى مش عارفة. يعني مرة نحط بيضتين ومرة نحط بيضة. وعندنا البودر وعندنا الفانيليا وعندنا كيلو دي اللي كان فاضل. وهنبدأ برضو نعجنها، واذا كان مثلا في كوباية لبن فاضلة او نعجنها بمية. كيكة وشاي، ونعمل صينية كيكة كده ونفطر بيها مع كوبايتين شاي. هيكفي مثلا يومين. كل مثلا نعمل النهاردة مثلا صينية. المهم ان انت توزعي المنيو ده على ال30 يوم. 4 يوم بقى هنجيب الفول المفصص ونعمله طعمية مع الخضرة الكرات والحاجات دي الكزبرة، ونعمله طعمية 4 أيام. وفي عندنا 3 أيام نعمل فيهم مثلا سندوتشات جبنة وقوطة. ماشي. انت كده عندك ال30 يوم كاملين اهمت. يبقى كده عندنا 30 يوم كاملين فطار. يوم تطلعي كيس فول، يوم تطلعي كيس عجينة طعمية تقليه، يوم تطلعي كام قرصة كده مع شوية عسل. تاني يوم تروحي جاية مثلا يوم تعملي صينية كيكة مع كوبايتين شاي. بعدها مثلا تروحي عاملة مثلا شوية بطاطس كده. طبق بطاطس محمرة كده طرنشات كده محمرة. نقعد برضو نفطر بيه ونعمله سندوتشات. يوم تعمليها برضو مهروسة. بعدها تطلعي قرص. فيبقى عندك كل الحاجات دي موجودة عندك. كل يوم تشكلي في المنيو زي ما انت عايزة. وتنوعي فيه. لو ما انتش عايزة تعملي برضو قرص طرية ممكن تعملي برضو المنين اللي هو المنين السادة. وبيتاكل برضو بعسل او بجبنة. اللي هو المنين السادة، عارفينه طبعا كلكم. وكده بقى نكون تمينا ال30 يوم بتوعنا. وتبقى عندك برضو طول الشهر مش كل يوم هتاكلي قرص، مش كل يوم هتاكلي فول، مش كل يوم هتاكلي طعمية. لا، انا مدياكي كذا منيو هوت بكذا حاجة مختلفة. فول وقرص طرية وبطاطس وكيكة وطعمية وسندوتشات جبنة. شكلي فيه زي ما انت عايزة. ما تطلعيش كل يوم نفس الحاجة، النهاردة فول بكرة طعمية، بعده قرص طرية، بعده بطاطس، بعده قرص تاني طرية كده. شكلي فيه. عايزة اقول لكم افكار دي كتيرة جدا للتوفير لو مشيتوا عليها. ولازم يكون معاك الورقة والقلم علشان ما تصرفيش فلوس زيادة. وعايزة اقولك لو قللت في مشترياتك صدقيني هتوفري. يا رب يكون الفيديو عجبكم والافكار دي تكون كلها عجبتكم، المنيو يكون عجبكم. وان شاء